السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو يعني يخص نادي الزمالك ويخص أرض أكتوبر بتاعة نادي الزمالك، وكمان هنتكلم عن مصير صفقة حامد حمدان، هنتكلم عن تصريحات وزير الإسكان مع طبعا عمرو أديب، هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. ولكن بس سؤال بسيط جدا، هل الناس هتفضل واقفة بتتفرج والزمالك بينهار؟ حصل انفراجة في أزمة الأجانب، ولكن كل اللي حصل في الزمالك أو أي خبر حلو هتسمعه في الزمالك خلال الساعات اللي جاية ما هو إلا عبارة عن مسكنات. أضحك عليك وأبقى بضحك عليك لو قلت لك إن الزمالك اتحل مشكلته بشكل نهائي. أي حلول دي كلها حلول زي مسكنات. لا، الكلام اللي أنا قلته قبل كده إن الدولة مش هتسيب الزمالك يموت، هي هتفضل تحطك على جهاز الانعاش. حتى عارف انت جهاز الانعاش، لا منك هتفوق وتبقى نادي زي الناس ويبقى عندك فلوس وتنافس وتجيب لعيبه، ولا منك تموت. ليه؟ لانك انت لازم تكمل الدور بتاعك في المسرحيه اللي احنا عارفينها بتاعه الدوري المصري. فالزمالك طبعا تعرض لظلم شديد جدا ان هو يتم سحب ارض اكتوبر والزمالك بيبني. وطبعا شفتوا، اكيد كلكم شفتوا تصريحات وزير الاسكان مع عمرو اديب، قال لك اصل ارض انسحبت بسبب ان الزمالك ما بناش في الفتره اللي مسموح بيها. طب الزمالك ده المفروض النادي ملك للدوله، المفروض الدوله تعمل استثناء لنادي كبير زي نادي الزمالك وعنده جماهيريه عظيمه في مصر والقطب الثاني والراجل اللي بيساعد معاكم في المسرحيه بتاعت الكوره. لا، احنا هننفذ القانون على الزمالك. الاهلاوي اللي هو طلع يعني بيزيط، الاهلاوي نفسه عارف ان الارض دي لو بتاعت الاهلي اقسم بالله ما حد كان يقدر يسحبها. انا بقول لك اهو، الارض دي لو بتاعت الاهلي اقسم بالله ما كان حد ممكن يقدر يسحبها اصلا، ولا حد يقدر يجرب منها، لان ده الاهلي وعنده جماهير وعنده لجان بتهاجم الدوله، بتهاجم المسؤولين في الدوله، ما حدش بيقدر يتكلم. فاحنا عارفين الكلام ده. لدرجه ان ارض سموحه، كان نادي سموحه واخد ارض في العالمين عشان يعملها نادي هناك، اتسحبت من سموحه وراحت لنادي الاهلي عشان الاهلي يعمل الفرع السابع في نادي سموحه في العالمين. ويطلع يقول لك بس الاهلي ناجح وانتوا فاشلين. يا ابني هو انت مديني فرصه؟ هو انت مديني فرصه؟ فالوزير مع الاستاذ عمرو اديب طرح ان هو والله قد يكون هناك ارض بديله وشغالين في تفاوض والازمه مش هتتحل مش اقل من 3 4 شهور. فاحنا لسه مكملين في السواد اللي احنا فيه ده 3 4 شهور قدام. طبعا الرعايه والفلوس اللي هتخش الزمالك بقى يكون عندك مستحقات، عندك ازمات كتيره جدا، مش هتقدر ان انت تسد في كل ده. يعني الزمالك هيكون في فترة صعبة جدا. الزمالك فيه كلام وفي سيناريو شغالين عليه حاليا. ليه الحل؟ هقول لك انا السيناريو في نهاية الفيديو، تابع معايا الفيديو للنهاية. فانا شايف ان الزمالك كان والله انت بدل ما تديني ارض بديلة تمام وترجعني 10 سنين ورا وتديني ارض بديلة في التجمع السادس، ويقال ان الزمالك يعني في برضه سيناريو تاني ان ممكن ارض الزمالك بتاعت اكتوبر اللي هي ال 120 فدان يتاخد منها مثلا نصها او يتاخد منها 60 فدان او 50 فدان يروحوا للدوله، والزمالك يبقى بدل ما كان معاه ارض 120 فدان هتبقى 100 هتبقى 70 او 60 فدان او تقريبا نص المساحه تمام، والباقي الزمالك هياخدوا ارض بديله في التجمع السادس. ده الكلام اللي بيتقال وده الحلول اللي هم بيطرحوها حاليا. ارض الزمالك هي حق نادي الزمالك، والزمالك نادي كبير جدا ولازم يتم احترامه ولازم يتم معاملته زي ما بيتعامل الاهلي، زي ما بيتعامل ان الناس بتاعك وبتوفر له فلوس، جايب له الراجل بتاع زيتون يصرف عليه وموجه كله، يعني الاعلانات رايحه ليه، الرعايه رايحه ليه، بتدوا له 8 مليار وسايب له 6 7 فروع يعني ياخد منهم فلوس. مفيش اي مشكله. في نادي تاني اسمه الزمالك برضه، وفي نادي تاني اسمه الاسماعيلي، وفي نادي الاتحاد. فالانديه الجماهيريه اللي هي بتاعتك دي انت مش قادر تصرف عليها وشايفها ان هي انديه كخه وتقيله عليك، ماشي، بدل ما تموتها وتذل جماهيرها يعني تقهر جماهيرها وتخليهم زعلانين وعندهم ازمه ومثلا او نفسيه سيئه، والله جيب مستثمر يا سيدي واستثمر فيه. ايه المشكله؟ ماشي، بيعهم لمستثمر يا سيدي او وزع بالعدل. وزع بالعدل، انما تبقى ساب الزمالك بينهار، الزمالك بيغرق وانت قاعد بتتفرج. ازاي يعني؟ ده وزير الشباب والرياضه لما اللي هو طبعا طاهر ابو زيد لما حل مجلس الاهلي حفاظا على استقرار الاهلي العظيم الفشيخ اللي هو افشخ نادي في مصر اللي انجح نادي في مصر، تم تعيين نفس المجلس تاني. يعني هم حلوهم وعينوا المجلس بالكامل حفاظا على استقرار الاهلي. انما الزمالك من ايام ممدوح عباس ومرتضى منصور في 2005 كان بيتحل المجلس بتاع الزمالك اتنين ومرتضى يرجع الخميس، ونودي عباس الخميس ونرجع مرتضى الاثنين، ونجيب معرفش مين ونودي مين، وتقريبا كده يعني من كتر الرؤساء اللي عندنا ما انتش فاكر احنا اتغير علينا كام رئيس في اخر كام سنه، تقريبا 20 رئيس مسكوا الزمالك في الفتره دي تمام، بسبب ان الزمالك ايه؟ نادي فاشل. لا، الزمالك مش نادي فاشل، انتوا اللي بتحاولوا تفشلوا الزمالك، انتوا اللي بتحاولوا طول العمر تدمروا الزمالك زي ما حلته مرتضى منصور في 2020 قبل نهائي القرن بثلاث ايام تمام، وما قلتوش حفاظا على استقرار الزمالك ماشي، وقعدتوه في البيت سنه وبعد سنه كامله رجعتوه قلتوا مفيش مخالفات. فسبحان الله دلوقتي بيتم سحب ارض اكتوبر ماشي، بيقول لك بسبب ان ما قالش يعني الراجل لما طلع مع الوزير عشان الناس كانت بتقول لك اصل هم بقى حته من الارض، ما قالش بسبب ان هم عملوا اي حاجه غلط، قال لك بسبب ان هم اتاخروا في البنايه. رغم ان الزمالك معاه
استثنى من رئيس الجمهوريه او معاه مهله لمده سنتين حتى 2026 ان هو يبني الارض دي، انا ما اعرفش ازاي وزاره تتخطى كلام رئيس الجمهوريه. انا ما اعرفش ازاي وزاره بتتخطى كلام رئيس الجمهوريه للاسف الشديد. طبعا يعني حاله عبث بتحصل مع نادي الزمالك والازمه مطوله. الزمالك دلوقتي بيحاول يشوف حلول كده مؤقته او بعض المسكنات. بعض المسكنات ايه؟ هتلاقي مثلا هاني بيرزي دفع 20، ده هيدفع 30، ممدوح عباس هيدفع 100، ده هيدفع كده. فكل واحد او كل رجال الاعمال المحبين للزمالك كل واحد هيدفع له 20 30 مليون. ولكن الزمالك محتاج مش اقل من مليار جنيه. الزمالك محتاج بس عشان يسد المديونات اللي في الفيفا ويسد الازمات الماليه والمستحقات بتاعت اللعيبه، ويدفع فلوس نادي بوطي، نادي صلاح مصدق، ويدفع فلوس اللي هو الجفالي، ويدفع فلوس بيزيرا، ويدفع فلوس خوان شاكو عنزه ده، ويدفع فلوس مش عارف مين واسمه وعداء. ده احنا علينا فلوس لطوب الارض حرفيا. فالزمالك محتاج فلوس كتيره جدا. الزمالك يخرج من الازمه دي ازاي؟ ربنا يكون في عون نادي الزمالك بجد، ربنا يكون في عون نادي الزمالك. كمان خلاص ازمه المستحقات المتاخره بتاعت الاجانب تم الانتهاء منها، ولاعيبه الزمالك الاجانب اللي كانت خلاص بعتت انذارات بالفسخ المشكله اتحلت النهارده بعد تدخل طبعا هاني بيرزي، ودفع حوالي 400 الف دولار يعني ما يقارب 25 مليون جنيه، والازمه اتحلت بشكل مؤقت. ده مسكن بشكل مؤقت ازاي؟ يعني هم ما خدوش فلوسهم لنهايه الموسم ده، بس ايه القسط بتاعهم اللي هو تقريبا ده التالت او التاني، هم تقريبا مش عارف بياخدوا فلوسهم في طول السنه تقريبا قسط كده تمام. دفع فلوس بيزيرا، دفع فلوس شيكو بنزا، دفع فلوس المعالي، دفع فلوس بن طايق، دفع فلوس عدي الدباغ وادم كايد. فده ازمه او دي الموضوع ده مسكن. يقال ان الفلوس ديت جزء من حمله اعلانيه او رعايه، يقال ان هو تبرع من هاني بيرزي، انا ماليش فيه. ولكن ده الحل المؤقت اللي داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي، وتم الانتهاء من ازمه الاجانب. ما فيش اجنبي هيشكي الزمالك في الوقت الحالي لمده شهر او شهرين على الاقل، حتى يجي بقى شهر يناير لما نيجي نشوف قصه الصفقات. ساعتها ممكن يطلع ازمه المستحقات اللعيبه الاجانب بس. لسه بقى المصريين اللي ما خدوش فلوسهم ما اعرفش الزمالك هيتصرف معاهم ازاي. فربنا يكون في عون نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. اما بالنسبه لمصير صفقة حامد حمدان وفك القيد، الكلام اللي طالع من النصابين اللي جوه اداره نادي الزمالك، لان انا ما كنتش بثق فيهم، هم نصابين، ولكن الكلام اللي هم بيقولوه انا هقوله لك، ان الزمالك هيفك القيد في يناير وحامد حمدان معانا وهيجي نادي الزمالك. ده الكلام اللي طالع من داخل اداره نادي الزمالك. انت بقى هتقول لي هم كدابين، انا عارف بقى يا صاحبي، بص قول اللي انت نفسك فيه، هو انت عندك حق في كل حاجه، ولكن هي معلومه حبيت ان انا اقولها لك، ان هم بياكدوا ان احنا هنفك القيد وهنجيب صفقات. معرفش هيجيبوا صفقات منين، وكمان حامد حمدان معانا في يناير. ده الكلام اللي طالع من داخل اداره نادي الزمالك. ممكن يكونوا بيكذبوا علينا، ممكن، كل شيء وارد، لان انا ما شفتش بجاحه قد بجاحه قناه الزمالك وبجاحه راديو الزمالك اللي مطلعين النهارده تقرير على الفيسبوك تقريبا او على السوشيال ميديا بيقول لك ماذا فعل حسين لبيب في فتره خلال سنتين. يعني انا ما شفتش وضعها كده، اذا النادي بيغرق وبينهار والاعلام بتاع الزمالك بدل ما يتكلم عن المشاكل اللي عندنا ويطالب الدوله زي ما اعلام الاهلي والجان كانوا عاملين حمله على وزير الرياضه عشان بند الثمان سنين، لا اعلامنا عايش في وادي تاني. يعني بقول لك قناه الزمالك واعلام الزمالك الرسمي عايش في وادي تاني، كاننا ايه فاضيين وبيحتفلوا وطالعين على قناه الزمالك يقول لك التشكيل ماتش كهرباء الاسماعيليه بكره في كاس العاصمه او كاس الرابطه. يا عمي مين اللي له يعني مين اللي له نفسه يتفرج على الزمالك تاني بجد والله؟ احنا هنتفرج على الزمالك حتى لو بيلعب ماتشات وديه وكل حاجه، ولكن في الفترة الحالية الزمالك يعني خلى خلاص الموضوع بقى صعب جدا. محدش يا جماعة والله الموضوع صعب جدا. اي حد يقول لك انا هشجع والزمالك يا باشا مفيش الكلام ده. يا اما يعاملونا كنادي ونبقى نادي محترم، انما نبقى نادي كل يوم بنتهان، كل يوم مادة للسخرية، كل يوم شوية اعلاميين ما لهمش اي لازمة كانوش يحلموا ان هم يجيبوا سيرة الزمالك يطلعوا يتريقوا علينا ويطلعوا يتكلموا في القناه والكل الكهن ده ما بحبوش. والله هتعاملني ان انا نادي وطلعت لعيبه للمنتخبات بتاعتك وساعدتك وعملت، ونادي مملوك للدوله ونادي مصري ونادي عنده جماهير عظيمه اسمها جماهير الزمالك عامله حلقه في الدوري، ونادي ده لما رحت الامارات عملت سوبر بدون نادي الزمالك وما كانش له شكل ولا كان له لون ولا كان له طعم، رجعت عملت الكارت الذهبي ده عشان ترجع الزمالك وتدخله في البطوله حتى لو الزمالك مش واخد الدوري ولا واخد الكاس، صح؟ فالزمالك نادي كبير جدا، لازم تعامله باحترام شويه، لازم تديله حقه. الزمالك مش واخد حقه، وحتى لو ارض اكتوبر رجعت الزمالك برده مش واخد حقه. الزمالك فين في الرعايه؟ في نادي في الرعايه في الدوري الانجليزي مثلا بياخد 2 مليار واللي بعده بياخد 400 ولا 500 مليون؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ هناك هتلاقي فرق 5%. يعني ده بياخد مثلا 2 مليار، ده هتلاقيه بياخد مليار و800 مليار و600 مليار و500 قريب عشان يبقى في منافسه. انما احنا عندنا مفيش منافسه. يا جماعه هتنافسوا ازاي بجد والله؟ يعني احنا اسمه منافسه ونضحك وهي هي هي منافسه ايه؟ انافس الاهلي ماشي واخلي جمهور الاهلي يحفل عليا يبقى معاه فلوس زي بتاعه الاهلي وابقى فاشل،
ساعتها يبقى يحق لهم ان هم يحفلوا عليا. انما انا نادي ما معيش 2 جنيه ونص في الخزنه، حسين لبيب اصلا مش لاقي يجيب سجاير فرد، تمام، ويطلب مني انافس الاهلي وبيراميدز، ازاي؟ اللي هو ازاي يعني؟ المنافسه مش بالعافيه، واللاعيبه كلها بقت بتدور على الفلوس، وكل اللعيبه بتلعب كره عشان الفلوس. كل اللعيبه بتلعب كره عشان الفلوس، ما حدش يقول لي انتماء والبتنج، ما عادش في حاجه اسمها انتماء. كل اللعيبه في الوقت الحالي بتدور او بتلعب عشان الفلوس فقط، تمام، بتلعب عشان الفلوس ايه فقط. فانا اتمنى ان شاء الله ان الزمالك يخرج من الازمه دي، انا اتمنى يعني، لان غير كده الموضوع هيكون صعب جدا على الزمالك، والزمالك هيقعد فتره كبيره جدا هيعاني، او الزمالك هيعاني خلال الفتره اللي جايه، وربنا يستر على نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. كمان في خبر يقال ان الزمالك دفع المستحقات بتاعه الاجانب عشان ما يفسخوش تعاقداتهم ويروحوا ياخدوا فلوسهم كامله من الفيفا، ويقال من داخل مجلس اداره الزمالك او من الناس اللي حوالينهم يعني ان قد يتخلى الزمالك عن بعض اللعيبه الاجانب في يناير. الزمالك قد يبيع خوان بيزيرا، الزمالك قد يبيع بن طايج. هتقول لي هننفذ ازاي؟ الزمالك يقال الخطه اللي هم شغالين عليها ان هم هيبيعوا اللعيبه المهمه اللي في الفرقه، ماشي، عشان يعني يسددوا بها المديونيات اللي علينا كلها، ويبقى الزمالك بدون مشاكل، وهيبتدوا يشتغلوا او هيعيشوا سنتين بلاعيبه نص نص لبه. يعني هو ده الكلام اللي بيتقال، ان هم بدل ما يفسخوا تعاقداتهم ويروحوا ياخدوا فلوسهم من الفيفا كامله، لا احنا دفعنا دلوقتي المستحقات بتاعتهم لحد يناير، تمام، عشان في يناير يقال ان هم هيسوقوا بنطايج وبزيرا، وهيسوقوا اللعيبه اللي هي لها فلوس، عشان ان هم بدل ما يمشوا فري وياخدوا فلوسهم من الفيفا كمان ويبقى عندنا ازمات كمان، لا قال لك احنا هنستفاد ان احنا هنبيعهم وناخد فلوسهم ونبقى خلصنا من العقد بتاعهم، ماشي، وناخد الفلوس دي نسدد بيها الازمات والقضايا بتاعت الفيفا. ده الكلام اللي بيتقال عشان يحلوا الازمه. كمان قد الزمالك يلغي بعض الالعاب اللي هي الجماعيه ويلعب او يخليها لاعضاء النادي. يعني الزمالك عشان يحل الازمات الماليه اللي عنده دي، هيعمل زي مثلا الالعاب اللي هي بتاعت الكرة اليد والطايره والسله، مش هيصرف فيهم كتير، هيبقى عباره عن والله الاعضاء النادي المميز فيهم هو اللي هيشارك مع الزمالك. فمش عارف الزمالك هيبتدي يعمل ايه، ولكن يقال ان دي الحلول عشان الزمالك يخرج بالازمه اللي هو فيها، لان الزمالك مستحيل يصرف على كل الالعاب دي، هو ما معهوش فلوس اصلا يصرف على فريق كوره. فالموضوع صعب جدا، والزمالك في ازمه كبيره جدا. اتمنى ان شاء الله انه يخرج منها على خير، ويبقى في يعني شبه منافسه في المسرحيه اللي احنا فيها بتاعه الدوري المصري وبتاعه الكره المصريه. انما الزمالك يعني بيعامل بشكل صعب جدا، القوانين بتنفذ على الزمالك وما بتنفذش على فرق تانية. القوانين بس يعني في نادي تاني واخد جراج حقوق بتاع حربي، عامله نادي او عامله تبع نادي وعادي، وبيعمل اللي هو عاوزه عادي، لان هو نادي الدوله في الاخر. الدوله بس لو حصل شويه هيصه كده على السوشيال ميديا، الدوله بترضخ ليهم بسرعه جدا وبتحاول ان هي تنفذ طلباتهم عشان تنول رضاهم. انما نادي الزمالك ملوش لازمه. نادي الزمالك مش مشكله، نادي الزمالك عنده اي مشكله يعني؟ هيعمل ايه؟ جمهوره ويقول لك احنا بنشجع ومش عارف ايه وبتاع، وهم بيحبوا النادي ومش عارف ايه وتبرع. مش هنتبرع، مش هنتبرع. احنا بنتبرع ليه؟ النادي مثلا، النادي مش واخد حقه. بعدين النادي ده نادي ملك للدوله، زي ما بتصرف على الاهلي واجب عليها ان هي توفر له فلوس وتصرف على الزمالك. انما غير كده يبقى احنا بنضحك على بعض. نتمنى ان شاء الله في النهايه كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه. اشوفكم على خير، سلام.